في رمضان بنصوم عن الأكل، بس عمرك فكرت تصوم عن شخص بيستنزفك؟ مش كل علاقة لازم تحافظ عليها، بس في علاقات لازم تتحفظ منها. في فرق ما بين الصبر وبين الاستنزاف. في ناس وجودها في حياتك بيخليك دايما متوتر، دايما مدافع، دايما حاسس انك مش كفاية. هو رمضان شهر ترتيب مش تكديس، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني مش مطلوب منك تتحمل فوق طاقتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة هنا مش عضلات، القوة إنك تعرف تحط حدود. العلاقات السامة مش دايما ناس وحشة، أحيانا ناس كويسة بس مش مناسبة ليك، والمسافة أحيانا رحمة للطرفين. الصيام الحقيقي مش إنك تمسك عن الأكل، الصيام الحقيقي إنك تمسك عن اللي بيأذي روحك. والتحدي الثامن معانا خلال 48 ساعة، اسأل نفسك بصدق مين الشخص اللي بعد كل مكالمة معاه طاقتي بتنزل؟ مش لازم تقاطعه، بس قلل الاحتكاك معاه. حط حدود واضحة، بلاش تحكي له أسرارك. مسافة آمنة مش عداوة. مش كل اللي بينزل في حياتك لازم تفضل تضمه، أحيانا الشفاء بيبدأ بخطوة لورا. وافتكر دايما صوم عن كل اللي بيكسرك عشان تكمل حياتك واقف. سلام.